بلا شك كلكم اليوم تفرجتوا في الماتش ديال اسبانيا وفرنسا، وشفتوا ان فرنسا راه ماشي شي مستوى اللي انك تستاهل انك تخاف منها، وشفتوا ان المنتخب الاسباني قراهم كره وربحوا ودازوا بصحتهم للنهايه بدراعهم، والمنتخب الفرنسي اللي داز غير بباك صاحبي، باك صاحبي داز باك صاحبي. ايوا شنو المستوى ديالو؟ ماشي داك المستوى اللي كيخلي لدرجه ان حنا ندخلوا كنتفتفوا قدامه. وشفنا الندوه الصحفيه ديال الناخب الوطني ديالنا السي بيبي اللي قال لك مازال ما لقاش حلول كيفاش يربح فرنسا. هكا تربح فرنسا السي وهبي. شتي دابا على من تكذبوا السي وهبي؟ واش كتكذب على راسك ولا كتكذب علينا؟ واش حنا باقي كنربطوا صباحنا السي وهبي؟ السي وهبي نتوما ما لعبتوش كره مع فرنسا، لا نتوما عطيتوهم ماتش من الاخر. شفنا اللاعبين كيفاش لعبوا، حتى واحد فيهم ما لعب، حتى واحد كيشدوا كره يا اما كيرجعوها للور يا اما كيعطوها للمنتخب الفرنسي. فاش كنعاودوا نرجعوا نتفرجوا في الماتش مره اخرى كنعاودوه كنشوفوا بزاف الاخطاء في الماتش ديال المغرب وفرنسا، لدرجه انه واحد الخطا كانوا غيتيريوه اللعابه ديال فرنسا تيقولوا اللعابه المغرب فين تيريوه، خرجوا كره لهاد الجهه ضربوها لهاد الجهه ما ضربوهاش لهاد الجهه. مسرحيه، هذه مسرحيه اكثر من ديك المسرحيه اللي دارت الجزائريه والنمسا باش يتاهلوا بجوج. هذه مسرحيه حماضت صراحه، المسرحيه ديالكم اللي كتعاود كل ساعه في ماتش ديال المغرب وفرنسا راه حماضت بزاف وبسالت، وانتم كتجيو تضحكوا علينا بجوج كلمات لا ما لقيناش حلول. كيفاش ما لقيتوش حلول؟ الحلول لقيتيها مع هولندا، حلول لقيناها مع البرازيل مع كندا، لقينا مع كاع الفريق. كنجيو حنا ديما عند فرنسا ما كنلقاوش حلول، كنلعبوا بديك الطريقه، كون غير تقصينا وحنا لاعبين كره راه ما يبقاش فينا الحال، راه حنا ما بقاش فينا الحال تقصينا عادي. الكره هي هذه، واحد رابح واحد خاسر، ولكن ما نقصوش بديك الطريقه. حنا راه ما جيناش للماتش ما لعبناش كره مع فرنسا، اللعابه داخلين كيتسناو امتى يساليو هذاك البريكول باش يرجعوا في حالهم، داخلين هما عارفين ان داك الماتش تسالى اصلا والنتيجه ديالو تحسمات قبل ما يدخلوا ليه، فهم غير داخلين باش يديروا واحد مسرحيه باش يساليو هذاك الفيلم حتى هو ضرهم في راسهم ويمشيو في حالهم. حنا هادشي راه عارفينه، دابا بلا ما تكذبوا على راسكم تقولوا لنا ما لقيتوش حلول. شتي هكا تيلعبوا الناس كره، هكا كيخصك تلعب كره مع فرنسا. ها هي اسبانيا دغيا الراك جوج زيرو السلام عليكم نوضي عشطيتك. هاد الماتش ديال فرنسا ضيعتونا فيه غير هكاك، كنا حنا اليوم نلعبوا مع اسبانيا، ولكن نتوما مادام ديما هذيك النظريه ديال الباترون اللي فوق ديما خصو يبقى الفوق المستعمر، ما خصوش شي واحد اللي يتجاوز ولا يطاول عليه. افريقيا كامله كلها ما عمرها غادي تربح على فرنسا. علاش؟ حيت لو البوس ديما خصو يكون فوق. ايوا كنتمناو يجي واحد النهار ولا يجي واحد العام اللي نخرجوا من ديك العقده ديال ان فرنسا، حنا كاع كلنا المنتخبات الافريقيه اللي كانت مستعمره من فرنسا نخرجوا من هذيك العقده ديال المستعمر ديال البوس ديال الرئيس وفرنسا. راه واقيلا شدينا استقلال حنا 56، شدينا استقلال 56. الوغ حنا ما عندناش علاقه بفرنسا. لعبوا كره، الا كانوا شي اتفاقيات اخرى هذيك حاجه اخرى نشوفوها في مجالها، والله كل حاجه نخليوها في مجالها الله يخليكم. ماشي ديما حنا كل ساعه في فرنسا نازلوا ليها على ماتش وفي الاخر تخرجوا تكذبوا علينا لا ما عرفناش كيفاش نلعبوا. كيفاش ما عرفتوش كيفاش؟ شنو هي خدمتك انت حيت كامله كتلعب كره والمدرب حيت كله هو تيدرب وكتقول لي ما عرفتش راه تيقولها واحد اللي يلاه بدا يلاه عامين 3 سنين ما عرفتش مسكين باقي جديد في الدومين في اي دومين ما عرفتش، واي دومين عام واحد صافي ما بقاش خاصكش باقي تقول ما عرفتش. كيفاش نربح فرنسا؟ شد التناقض في الهضره، ولكن راه ما كنهضروش صباحنا، راه حنا عارفين وفاهمين الفيلم كله هو هادشي اللي كاين. حتى حنايا نهار نشوفوا بحال هاد اللقاءات وغنعرفوا اننا غنواجهوا فرنسا غادي ندفعوا هذيك التلفازه وغنعسوا، حيت غنكونوا عارفين ان فرنسا رابحه سالينا. حتى حنايا ما بلا ما يتعذب الجمهور ويعد براسو ويخسر فلوسه ويشري التيكيتات ويتبعكم ويخسر طياره ويخسر رزقه، وحتى حنايا نبقاو ساهرين هاد جوج الليل باش نتفرجوا فيكم. لا داعي، علاش هاد الصداع كله تفرح الراس كله هو ما كاينلاش صافي. وديما الله يعطيكم الصبر الله يرحم لكم الوالدين. هاد المره الا كنا غادي نلعبوا مع فرنسا من مورا شي فرقه واحده اخرى ديما تقطعوا، فهمتي؟ انا كون جات عليا كون هاد المسرحيه كنت درتها قدام هولندا وتقصينا من قدام هولندا ومشات هولندا كتستحق، المنتخب الهولندي كان كيستحق، غير للاسف تلاقينا حنا وياهم جوج منتخبات كبار ضروري خص واحد يخرج. كان عليكم قدام هولندا صافي، او على الاقل قدام كندا. خليو كندا تطلع، كندا غتلعب كره مع فرنسا، ما كاين لا باك صاحبي لا اللي في رجليه كره هو اللي غيطلع. خليو اخويا كندا مسكينه لعبوا والله حتى لعبوا كره مزيانه. علاش غادي تحرموهم؟ انتم حرمتوهم هما وحرمتوا ريسكم معاهم. علاش؟ باش فرنسا تطلع. ولكن اسبانيا الله يعطيها الصحه عطاتهم علاش يقلبوا بدراعها، ماشي بباك صاحبي، ماشي بضغط عليا نضغط عليك، ماشي بداكشي تحت الطبله والو.